السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. انا محمد البراهمي من قناه ديالكم ميد براهمي. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنشرح لكم الطريقه المثاليه كيفاش تحفظ بسرعه وما تنساش داكشي اللي حفظتيه. هذه طريقه مجربه شخصيا، يعني طريقه كنت كنجرب انا في ايام الدراسه ديالي وكانت كتنفعني بزاف في الحفاظه، يعني كنت كنحفظ بها بالزربه وما كنساش. وكنأكد لكم ان كاين شي حوايج اللي ايام الدراسه ديالي يعني سنين هذه اللي كنحفظتهم وحد الان باقي عاقل ليهم. اذا لو تعرفوا الطريقه كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم. بزاف ديال التلاميذ والتلميذات اللي كيعانوا من الحفاظه، كاين اللي ما عندوش مع الحفاظه، كاين اللي كيحفظ ولكن بواحد الطريقه اللي هي خاطئه، كاين اللي ما كتبغي تدخل ليه كاع الحفاظه في راسو واخا كيعيا يحفظ الى اخره. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله بغيت انني نشارك معكم هذه الطريقه اللي كنت كنستعمل في ايام الدراسه ديالي واللي كانت كتنفعني بزاف واللي غادي تنفعكم حتى نتوما ان شاء الله. ولكن قبل ما نبدا ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ديالي الا ما كنتوش مشتركين، وتضغطوا على الزر الاحمر وتفعلوا الجرس باش اي فيديو يحتاج يوصلكم نتوما الاولين. ديروا جيم للفيديو، تبعوني الانستغرام ديالي ميد براهمي، تبعوني الفيسبوك ديالي ميد براهمي، ونبداو على بركه الله. اول حاجه خصنا نكونوا عارفين هي التوقيت ديال الحفاظه. احسن توقيت للحفاظه هو الصباح بكري. الصباح بكري هو احسن توقيت للحفاظه. الدماغ ديالنا الصباح كيكون نشيط وكيقدر يجمع بزاف ديال المعلومات ويعقل عليهم. كتنوض مع الفجر، كتصلي، كتفطر واحد نص ساعه تقريبا مورا الفجر بطبيعه الحال الا قدرتي تفطر وكتبدا الحفاظه. لكن ثاني حاجه خصك تعرف هي البلاصه ديال الحفاظه. حاولوا انكم ما تحفظوش في شي بلاصه اللي هي مسدوده. بالنسبه لي انا ملي كنت كنحفظ كانت قريبه حدا الدار، كانت قريبه لينا واحد الساحه كنت كنمشي نحفظ فيها، يعني الهواء طلق. علاش؟ لانك الا حفظتي في الدار غيجيك النعاس. دونك احسن حاجه هي تكون في السطح ديالكم ولا في واحد البالكون الا عندكم ولا شي ساحه اللي قريبه لكم تخرجوا ليها. دونك خصك تحفظ برا، ما تحفظش في الدار الداخل، لان في الدار الداخل كون متاكد غتبدا شويه الحفاظه وغادي تنعس. دونك بلاصه ديال احسن توقيت ديال الحفاظه هو الصباح بكري، واحسن بلاصه هي الهواء الطلق، يعني تكون خارج برا، يا اما في الساحه يا اما في السطح ديالكم الفوق يا اما في البالكون الى عندكم الى اخره. المهم ما تحفظش وسط الدار وسط البيت ديالك، لانه راه غادي تنعس. دونك انا كنت كنوض الصباح بكري، كنصلي الفجر ديالي، كنفطر، كنهز داكشي اللي غنحفظ قصص اجتماعيات فلسفه الى اخره اي حاجه، وكنمشي وكنبدا الحفاظه ديالي مزيان. دابا قلنا التوقيت والبلاصه اللي اهم حاجه خصك تعرفهم. ثالث حاجه هي داكشي اللي غتحفظ خصك تقسمه. داكشي اللي غتحفظ خاصك تقسمه. مثلا انت غتحفظ الاجتماعيات يعني فيها يعني فيها بطبيعه الحال كنعرفوا ان فيها بزاف. هادشي اللي غتحفظ خصك تقسمو لفقرات، واضح؟ يعني ما تحاولش انك تحفظ كلشي في دقه واحده. يعني مثلا تحاول داك الشيء تقسمو فقرات، يعني باراغراف، فقره 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 فقره. وهذا الشيء خصكم بطبيعه الحال موجدو من الليل، يعني ماشي حتى الصباح تبقى تقسم. يعني في الليل كتقول هذا الشيء اللي غنحفظ غدا ان شاء الله، انا قسمته على مثال على 7 الفقرات، كل فقره وحدها. عاد ديك الساعه في الصباح خاصك تبدا تحفظ كل فقره وحدها. رابع حاجه هي لكل فقره تعقل الكلمه الاولى ديالها. لاحظوا ديك الساعه ملي كتبقى تحفظوا ديما الكلمه الاولى الا مشات لكم عرفوا ان داكشي كامل مشى لكم. هادشي جبر المرات ملي كنبداو نحفظوا كنبداو نطلعوا على الدفتر كنقراو غير الكلمه الاولى وكنكملوا داكشي اللي حفظنا. دونك خص نقسم داكشي باراغراف، ومن بعد نعقل لك كل باراغراف نعقل لك الكلمه الاولى. يعني ديما نصولينيها، يعني ندير لها تحتها خط ولا شي حاجه باش هذيك الكلمه الاولى نعقل لها، لانه راه ملي كنكون حفظت واحد الباراغراف والكلمه الاولى عاقل ليها راه نقدر نعقل الباراغراف كامل، يعني داك الفقره كامله اللي حفظت. واضح؟ دونك قلنا التوقيت الصباح بكري، قلنا خاصك تحفظ شي بلاصه اللي فيها الهواء الطلق يعني يضرب فيك شويه البرد. خاصك تقسم داكشي دي باراغراف فقرات، كل فقره تعقل الكلمه الاولى ديالها مزيان. دونك ملي كتنوض الصباح بكري كتكون ديجا مقسم داكشي من الليل، كتمشي للساحه ولا شي بلاصه فيها الهواء الطلق وكتبدا تحفظ. خاصك كل فقره تبقى تعاودها استمرار يعني التكرار، تبقى تعاود الفقره 40 50 مره تبقى تعاودها حتى كتحفظها. وديما تبقى الكلمه الاولى تركز على الكلمه الاولى ولا الكلمه الاولى والثانيه في ديك الفقره، يعني تبقى تعاود ديك الفقره تعاودها حتى كتحفظها، وكدوز الفقره الثانيه وكدوز الفقره الثالثه وكدوز. حاول ما تفوتوش 7 الفقرات. الدماغ ديالنا ما كيستحملش اكثر من 7 الفقرات، يعني دوك 7 الفقرات اللي قسمتي حاول ما تفوتهمش. واضح؟ يعني الدماغ ديالنا في الصباح راه ما كيقدرش يستحمل اكثر من 7 الفقرات مزيان. انا عاودت كل فقره عاودتها بزاف حفظتها، راه ماشي اللي حفظتها الصباح صافي عقلت عليها، لا. ملي كترجع صافي كترجع للبيت ديالك خاصك تشد داكشي اللي حفظتي وتكتبو.
تكتبوا ديك الساعه. يعني موراها انا اش كنت كندير ملي كنكون في الساحه، كنرجع للدار، كنعاود نفطر، كناكل شي حاجه وكنشد ورقه وكنكتب داكشي اللي حفظت. ما كنشوف لا تفطر لا والو، كنكتب الفقره الاولى، كنكتب الفقره الثانيه، الثالثه حتى السابعه، كنكتب داكشي كامل. واضح؟ انا كنكتبوا جوج المرات حتى ثلاثه على حسب الوقت ديالكم. انا كنبقى نكتب الفقره الاولى كنكتبها جوج المرات ثلاثه، الفقره الثانيه كذلك. يعني كنبقى نكتب، كنعقل على داكشي اللي واش حفظته، كنختبر راسي مزيان. ملي كنكتب في العشيه كذلك، يعني في العشيه مع ديك في المساء مع ديك 6 ولا 7 العشيه، كنشد داكشي اللي كتبته في الصباح كنعاود نكتبو. واضح؟ كنعاود نكتبو، كنشوف واش فري انا حافظه. هنا كنعاود نكتبو صافي كتبته. كنعاود عاوتاني في العشيه كنوجد شي فقرات الغد ليه، واحد 7 فقرات. النهار الثاني كذلك كنوض مع الفجر، كنفطر، كنخرج الهواء الطلق. ملي كنبدا الحفاظ عاوتاني، قبل ما نحفظ داكشي اللي وجدت في الليل خاصني نراجع داكشي اللي حفظت البارح بعدا دوك 7 فقرات. يعني كنبقى نراجع، يعني كنعاود دوك 7 فقرات اللي حفظت البارح، كنعاود الاستمرار. عاد ديك الساعه كندوز الفقرات ديال النهار الثاني وهكا كذلك. يعني كتنوض الصباح الهواء الطلق، الصباح بكري بطبيعه الحال، كتكون مقسم ديجا فقرات، كتحفظهم، كتبقى في كل فقره تعاودها، كترجع للدار، كتعاود تكتب هذيك الفقره بالستيلو. يعني شي 3 مرات، 2 مرات ولا 3، كل فقره تعاودها 2 مرات ولا 3. العشيه عاود ثاني كتعاود تكتبها عاود ثاني. النهار الثاني عاود ثاني قبل ما تبدا الفقرات اللي غتبدا جداد تحفظ معاود ثاني، كتعاود تقراهم هذوك، يعني كتعاود تراجعهم. عاد ساعه كتبدا فقرات ثانيه. علاش حنا كنعاودوا 3 المرات؟ لان الدماغ ديالنا عنده جوج ديال الذاكرات، ذاكره قصيره المدى وذاكره طويله المدى. الذاكره قصيره المدى كتعامل مع المعلومه انها قصيره المدى، يعني اي معلومه دخلت للراس الذاكره ديالنا او العقل ديالنا كيتعامل مع انها معلومه قصيره المدى، يعني معلومه غادي غير غنساها. لان الذاكره ديالنا ما يمكنش اي معلومه غادي تعقل لا تبقى حافظه ديما. واضح؟ لان الدماغ غادي يكثروا علينا المعلومات. هادشي الدماغ ديالنا اي معلومه كيتعامل مع ان معلومه قصيره المدى دغيا غتنساها. ولكن انا الا بغيت نقول العقل ديالي ان هذه المعلومه انها طويله المدى، كنعاود ندير التكرار، كنبقى نعاودها المره الاولى، نعاودها المره الثانيه، نعاودها المره الثالثه، نعاودها المره الرابعه. هنا بحال كنقول الذاكره ديالي على ان هذه المعلومه راه مهمه بالنسبه ليا، لان عاودتها بزاف ديال المرات. هنا الدماغ ديالي كيتعامل على ان هذه المعلومه طويله المدى وكنعقل عليها. يعني الذاكره قصيره المدى كنعقل على المعلومه وكنساها ديك الساعه الا ما عاودتهاش. ولكن الا بغيت نقول لراسي هذيك المعلومه اللي دخلت لراسي انها طويله المدى، خاصني تكرار، نحفظها في الصباح ونعاودها في الصباح نيت ونكتبها ونعاودها في العشيه ونعاودها النهار الثاني. هنا صافي الدماغ ديالنا. ونقدر مثالا واحد اليومين 3 ونعاود، عاود ثاني، صافي الدماغ ديالنا كنقول له شفتي هذه المعلومه، صافي خليها في الراس ديالي، هذه راه ذاكره معلومه طويله المدى. دونك باش نلخص لكم هادشي كامل اللي قلت، اول حاجه التوقيت، خصني نوض الصباح بكري نحفظ. ثاني حاجه هي ما نحفظش شي بلاصه مسدود عليها، خصني نخرج الهواء الطلق. ثالث حاجه خصني نكون من الليل مقسم هادشي فقرات. رابع حاجه داكشي اللي غنحفظ بطبيعه الحال خصني نكون مقسم فقرات. رابع حاجه نعقل على كل كلمه من هذوك الفقرات. خامس حاجه تكرار، يعني كل فقره نبقى نعاودها بزاف ديال المرات. سادس حاجه ملي نرجع من الحفاظه، ملي نسالي من الحفاظه واحد مره بواحد 10 دقائق ربع ساعه نكتب داكشي كامل حفظت. سادس حاجه في العشيه عاوتاني نكتب. سابع حاجه نهار ثاني كنكتب وكنبدا نحفظ عاوتاني الفقرات الثانيه الى اخره، وكندوز واحد يومين ولا 3 وكنعاود نكتب داكشي اللي حفظت. كل مره نعاود داكشي اللي كتبت، داكشي اللي حفظت نعاود نكتبو. وهنا صافي العقل ديالي كيتعامل مع ديك المعلومه انها طويله المدى وكتبقى في الراس ديالي وما غاديش ننساها. دونك انا هذه الطريقه ديالي كانت في الحفاظه، وكنأكد لكم ان هذه المعلومه جربتها انا شخصيا ونفعتني في الحفاظه، واخا انني ما كنتش كنبغي الحفاظه، ولكن مورا هذه القضيه هذه نفعتني بزاف في الحفاظه والدماغ ديالي. وكنت متاكد ان الدماغ ديالكم ملي كتبداو تحفظوا بزاف كيولي خفيف. يعني راه اي معلومه، يعني العقل ديالكم ملي كتبدا تحفظ كيخفاف العقل ديالكم وكتولوا تحفظوا بالزربه. يعني ملي كتولي في الحفاظه كيولي هو كيبغي الحفاظه، كيولي صافي الدماغ ديالك كيولي انه اي معلومه كتحفظك دغيا كتعقل عليها. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. ما تبخلوش عليا في الاشتراك في القناه ديالي مد براهمي، وتفعلوا الجرس باش اي فيديو حتى يجي يوصلكم نتوما الاولين. ديروا جيم الفيديو الى عجبكم بطبيعه الحال. تابعوني على الانستغرام ديالي وتابعوني على الفيسبوك ديالي، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في راسكم.